العربيه مكلحه ومكشفه دهان، عايزين نعملها جرافين. اوكي، بس انا مش هينفع اعمل جرافين من غير ما اعالج الكلح. ما تعالجوا، ايه المشكله يعني؟ مش هو بالتلميع بيروح؟ او حتى هتشيلي الورنيش خالص وتحط الجرافين بداله؟ مين بقى الانسان اللي قال لحضرتك المعلومه الجميله دي؟ ده كله بيقول لي كده، تعالى يا باشا هعالج لك الكلح بالتلميع واحط لك جرافين او نانو. لا يا فندم، حضرتك بس لازم تفهم الميكانيزم بتاع الموضوع علشان انت تبقى عارف الحل ايه، ما حدش يضحك عليك. ماشي، اشرح لي. تدهان العربيه بينقسم لثلاث طبقات. اول طبقه بتبقى الفيلر، دي السيكنس بتاعها من 10 ل 20 مايكرون بالكتير. الطبقه الثانيه اللون ده بيبقى من 40 ل 50 مايكرون بالكتير. رقم 3 الورنيش بقى اللي هو بيكفر فوق كل ده وبيدي لك اللمعه وشكل العربيه الحلو. ده بيبقى من 50 ل 70 على حسب نوع العربيه. لو جمعت الارقام هتلاقيها من 90 لحد 130 140 تقريبا. الكلح اللي بيحصل هو بيتفاعل مع طبقه الورنيش دي، الطبقه الاخيره. الطبقه دي لما بتاكل وبتروح بتتمزق وبتتمزع، الدهان تحت باين بقع وشايف حتت بتلمع وحتت مطفيه. المطفي ما فيش ورنيش، اللي بيلمع اللي فيه ورنيش. اوكي، وبعدين طب ما انا كده لازم احط ورنيش مكان الورنيش اللي اتاكل. عليك نور، لازم تحط ورنيش مكان الورنيش اللي اتاكل. بس الموضوع مش سهل كده، لازم اشيل طبقه الورنيش كلها تتشال وارش طبقه ورنيش تانية. بس في الغالب الحتت اللي فيها اللون بقى منه للشمس حصل له ايه؟ اتاكل. هو ده يا فندم اللي انا بتكلم عليه. اللون هنا برضو اتضرر، فانت هتضطر تشيل اللون كمان. هنشيل كل ده ونرش من تاني لون في ورنيش. بس كده العربيه بقت رشه. انا مش عايز العربيه رشه. ثانيه يا فندم، العربيه تبقى رشه امتى؟ لما قياس الدهان اللي انا حكيت عليه في الاول 90 ل 140 بقى وصل ل 160 و200 و300. في الحاله دي بقى رشش. لكن طول ما هو في رينج ال 90 ل 140 كده الدهان مظبوط. محدش يقدر يقول لك ان هو رشش غير لو في حاجه تانية بقى، دفوهات الرش. علشان كده برضو لما بتروح بتعالج الكلح في مكان ما تسترخص، لان استرخاصك فيه هيخليه يحط لك مواد تعبانه، حاجه لوكال قوي. النتيجه قياسات عاليه ودفوهات في الرش وحبوب رمل وشكله اعوذ بالله يعني. فمهما كان القياس عدل شكله عره اصلا. تمام، يعني حضرتك عايز تقول لي ان احنا هنرش الاماكن اللي متضرره، او بمعنى اصح السقف والكبوت بما انهم هم عندي اللي بايظين، وبعد كده هنطبق جرافين، صح؟ الله ينور يا فندم، صح كده.